الطفلة هدايا جريمة القصر الكبير. هدايا 7 سنوات، طفلة اللي تقدر تعيد بلال ولد جيرانهم 17. قبل ما نكملو في القصة ديال هدايا نرجع شوية للور نتعرفو على القصة ديال عائلتها. الأب ديالها كريم من مواليد 1988، من بعد ما خدم وين راسو فكر باش يتزوج. هو من عائلة بسيطة وتيقلب على بنت الناس اللي كتكون من هي من عائلة بسيطة ودرويشة. لقى الزوجة ديالو الأم ديال هدايا تزوجوا، وبالضبط في 2016 تزوجوا. بداو تفكروا باش يولدوا ويجيبوا وليدات، ما جابش الله في الوليدات. بقاو كيتسناو، بقاو كيمشيو على الطبيب كيدوزو كيعطوهم يديروا الهرمونات. راكم عارفين ملي كيكون واحد كيقلب على الوليدات كيدير واحد الاجراءات الطبيه، ما جابش الله. سلموا امرهم لله. 2019 شباب بالفرج وتزادت هدايا، وبالضبط تزادت 2019 شهر 10 نهار 3. هذا التاريخ عقلوا عليه. بقى داهم فرحة، ماشي فرحة عند الدريرية داروا السبوع فرحانين، بقى داهم فرحة زعما كل عائلة مقدها فرحة. المهم بقات الحياة الزوجية استمرت، حتى شوية بداو المشاكل ما بين كريم والزوجة ديالو. الحياة الزوجية ما بقاتش هي هذه، يعني ولات شوية المشاكل في حياة الزوج. وصلوا حتى للمحكمة، ملي وصلوا للمحكمة وقع الطلاق. ملي وقع الطلاق الأم ديال هدايا هزت بنيتها من بعد ما خدات الحضانة ديال البنت ورجعت عند والديها، عند الأم ديالها هو ولاد حميد. بقات كتعيش مع الأم ديالها، ولكن المشاكل مع كريم ما سالاتش، ما تفارقوش بحبية، تفارقوا بشوية الغضب، يعني في النفقة وداك الشيء زيد ما تزيد زيد ما تزيد، ما بقات بيناتهم واحد الخلاف وبقات بيناتهم واحد العداوة. واحد النهار والأم ديال هدايا غتجيها فرصة باش تمشي للإمارات. قالت شنو غندير؟ نمشي للإمارات نخدم على بنتي وباش نهز بنتي غدير لها المستقبل ديالها. مشات للإمارات بدات كتخدم وخلات الأم البنت ديالها مع الأم ديالها، غير هي والأم ديالها. هدايا ما خصها خير مع جداتها، ما خصها خير. امها مهليه فيها، كتصيفط ليها، ما كتصيفط لامها، مهليه فيها. اي حاجه خصها كتحضرها ليها. هي البنت الوحيده اللي عندها حتى جوج. المهم هي غيجي واحد النهار غتختفي هدايا، غتختفي فيه. كيفاش غتختفي؟ الجده ديالها كتقول بان كانت كتصبن معها في السطح وهبطت كتشطب قدام الباب، كتشطب مع 5 العشيه. من 5 حتى ل6 هدايا اختفت. قبل ما تختفي جده ديالها طلت عليها من السطح وطلعت عليها وقالت لها بنتي الله يرضي عليك، حيت كتشطب ليها وكتعاون جداتها. قالت لها الله يرضي عليك بنتي. مع 6 هدايا اختفت، مبقاش لها الاثر. جداتها كتقلب عليها وكتقلب والجيران كيقلبوا وكلشي تيقلب. هدايا اختفت، هدايا اختفت. فين مشات فيما مشات راه داخله على الجيران، حيت موالفه كتدخل على الجيران هكا وكتبقى عند الجيران تفرج في التلفازه، كتلعب مع وليداتهم موالفه، يعني كلشي تيبغيها. هدايا ما لقاوهاش، ما كاينش الاثار لهدايا ابدا. وبالضبط نهار 9 نهار 28 2025 والو مشاو عند البوليس باش يديروا الجريئات ديالهم وباش يبلغوا بان الطفله اختفت. ما كنعرفوا حنايا ملي كيكون اختفاء تكون واحد المده عاد باش كيدخلوا البوليس كيقلبوا داكشي، كاين ديك 24 ساعه. ما ربما يقولوا مشات شي بلاصه وتلفات هكا وغترجعوا هكا، يعني واحد ما كيمشيش يفكر بان شي حد قتلها ولا شي حد دار لها شي حاجه. يعني ما كنفكروش بهذيك كنقولوا راه غير تلفات في شي بلاصه هي غتجي. راكم عارفين والو ما كايناش. واحد الطفل تما في الحومه تيقول راه هدايا راه كانت مع بلال، كانت كتلعب مع بلال حتى مول الحانوت اللي كاين في الحومه ديالهم. الاطفال تيقولوا بحال هكا بالضبط. واحد الطفل تيقول راه كانت مع بلال. المهم هدايا ما لقاوهاش نهائيا. الشكوك غتمشي الاب ديالها غيشكو فيه كامل، لان هو تفارق مع الام ديالها، ما بقاوش في علاقه مزيانه، تفارقوا بعنف وبقات الحقد بيناتهم. قالوا باها جدها ملي مام جات الامارات باها جدها على حسب النفقه وداكشي باها جدها.
عيطوا لي قالوا لي هدايا واش عندك انت اللي ديتيها ولا ما ديتيهاش؟ انا ما عنديش البنت باش نحكي لكم. ديك الساعه حضر، ركب جا حضر، قلبت هو على بنته، مشى عند البوليس قال لي انا ما بحالي بحالكم، انت ما مخبرني حتى شي حاجه، غير عيطتوا لي قلتوا لي انا جيت، داكشي اللي وقع. هو تيقلب على بنته، تيقلبوا والو ما لقاوهاش، حتى 3 الليل كيقلب معاهم، قال بقينا تنقلبوا حتى 3 الليل هما تيقلبوا على هدايا لا اثر لها، ما كايناش. على فتحت النار وصرفتها. راه ليا الجوامع عند وحدهم، واحد الجوامع غيبداو يقولوا في البوق راه واحد البنت اختفات هذه وعندها كيقولوا المواصفات ديالها، بداو تيقولوا المواصفات ديالها في البوق ديال الجوامع. هبطت الام ديال المجرم جارتهم غتبدا تقلب معاهم في مباراه حتى حاجه، على بحال جميع كتقلب حتى هي على هدايا، كيقلبوا غير رجع الدري الصغير ويقول لهم راه هدايا كانت مع بلال كتلعب معاه حتى مول الحانوت ديال الحومه. هي بلال داك النهار غادي يجي مع 12 الليل، 12 الليل عاد جا غسل يديه كتعاود النوم، عشا كان الكفته وهداك الشيء ومشى تمدد في داير في السرير وكيتفرج في التلفاز. امو سولات قالت ليه ودي شتي هدايا؟ قال لها ما شتهاش حيدي عليا. كوثر اختو كانت ديك الساعه كتقلب مع جد ديال هدايا والناس اللي تيقلبوا مع جد ديال هدايا على هدايا. غدوه مشى عيط ليها كوثر اختو، عيط لها دخلها ودخل خوه للدار، ما صافي بغا يدمر في القضيه. وهاد اللحظه هادي ملي كان سمعت وداك الشيء شكيت بان الام ديالو كانت عارفه، لان دخل مع 12 الليل، دخل مع 12 الليل وما فيه لا خوف. الام ديالو كتقول ما فيه لا خوف على وجهه ولا حتى شي حاجه، عادي يعني ما مبهشر ما خايف ما صفر ما والو، هادي بكل بروده. اغتصب الدريه غسلها بكل بروده وبارد. يعني 17 عام غتقولي غادي يدير هاد الغسله غادي يجي خايف غادي يجي، لا هذا مجرم ملف، يعني هذا الا لقوه غيولي مجرم. كتعقل على ولد المراكشيه اللي قتل حنان بنت الملاح. كنظن هاد العناصر هادو كيكونوا بحال واخا واخا تلقتيهم تيعاودوا مكتر احسن الاعدام. المهم غادي نكملوا القصه. بلال عاودت ليه السؤال، قالت لي واش شفتي هدايا؟ راه واحد الولد شافك كنتي مع هدايا كانت كتلعب معاك حدا مول الحال. قال لها امي حيدي عيني ساعه راني عيانه ما شفت هدايا لا حتى شي حاجه. قالت صافي تاقت بولدها. الغد في الصباح غادي يجيو البوليس الحومه تيقلبوا تيبحثوا، غيبداو المسرح الجريمه غيبدا من المنطقه اللي اختفت فيها هدايا. البوليس غيسمع بان راه بلال كانت تلعب حدا هدايا، شاف واحد الولد يعني الدراري تيقولوا فيه يعني الحومه راه صغيره وهدايا كانت كتدخل عندهم بزاف وكتبقى جالسه عندهم، يعني كانت بحال بنتهم، كانت بحال اختهم، بحال اغتصب اختهم. الوليدات بقاو تيكرروا في هذه راه هدايا كانت مع بلال هدايا كانت مع بلال. البوليس بداو تيقولوا انطلقوا من هاد الاقوال ديال هاد الدراري هاد. المهم ملي جاو البوليس صباح والمقدم تا هو كان بلال كان في الحومه ديالو كيرا واحد الحال وكيشوف غير كيشوف قلقل شوف فين غادا القصه فين وصلت. وخال هدايا كان حدا بلال قريب ليه وتيقول هذا اللي شديتو غادي ندير ليه اللي دا بنت اختي غنشدو غنفعل ليه وغندير ليه، يعني كيتحلف عليه عادي. بلال دار عند مو قال لي هذا مالو؟ قالت لي راه تيتحلف على هذا اللي غيشد اللي دا هدايا راه غيشدو راه غيطحنو عصا راه غيقتلو عصا. هو ما خاف وهرب، ما بقاش ليه الاثر. ملي غيهرب راه غادي نشكو فيه بطبيعه الحال، غادي نضرب ونجيب الاطفال اللي شافوا بلال مع هدايا. بقاو تيقولوها والبوليس سمعهم، يعني البوليس عرف كما قلت لكم. ملي البوليس عرف مشى نيشان عند دار بلال دق عليهم قال لي واش خرجت الام ديالو. هو بات بلال كان تيحسن وداك الشيء وهي كانت كتشقى. قال ليها كاين راجلك المنطر؟ قالت لي كاين. قال لها كلميه ليا. خرج بات بلال قالوا ليه لاكارت وزيد معنا الكوميساري. واش بلال ولدك؟ ايه ولدي. لاكارت وزيد معنا الكوميساري. هو قاصر. المهم بداو الاب ديالو باش يقلبوا على بلال ويلقاو بلال هرب. غندوزو للعلاقه ديال الضحيه
والعائله ديال الضحيه والعائله ديال المجرم كانت علاقه زوينه، علاقه وديه. كتدخل عندهم هدايا بزاف، وكتبقى تجلس عندهم، كتاكل معاهم، كتفرج عليهم في التلفازه كيلعبوا مع الوليدات. شي علاقه يعني شي علاقه فيها العنف ولا شي علاقه، كانت علاقه زوينه. غير لعب عليه الشيطان وصافي، الله يستر. في هاد الزمان تخاف صراحه، في هاد الزمان تخاف ولدك ديه وتجيبو، وملي يكون يلعب في الزنقه جلس حداه هو تيلعب وانت جالس كتعطيه. ما تثق حتى شي واحد، لا ثقه في العاطفه كما تقول. كيفاش تلقاو الهدايه؟ الهدايه شافها غير واحد الدري، وراه المؤسسه ديال المحاسن الابتدائيه كان تيلعب هذاك الدري. كاينه شي زباله حاشاكم، كاين المهم واحد الطفل كان كيلعب، شاف واحد الطفله ناعسه وجا كيجري قال لهم واحد البنت ناعسه، كيسحبها ناعسه. مشى بلغ، قالها الناس الكبار، جاو كيتجاراو، لقاوها هي، وداروا عيطوا للبوليس. جا البوليس ومن تما بدا التحقيق في داكشي. من تما بدا التحقيق، شكون ما شكون شكون ما شكون. صافي جابو ملي شافو بلال هرب، قبل شافو بلال هرب صافي شكو فيه، جابوه قلبوا عليه، جابوه. ملي جا عطاو قتلة العصا، قال لهم انا اللي درت لها هادشي، انا اغتصبتها وقتلتها. لها نهار 29 وما لقى واحد ثاني داز شي هكاك 10 ايام. عقلتو باش قلت لكم عقلوا على التاريخ 3 شهر 10 2019. هدايا دفنات 3 شهر 10 2025. التاريخ اللي زادت فيه دفنت فيه مسكينه الله يرحمها. هي غير الملائكه ما دارت حتى شي حاجه. زاد ألمني. شفت واحد الريبورتاج ديال العائله ديال الضحيه ديال المجرمه، يقولوا بانه مريض، يقولوا انه مريض وبانه تيحملوا المسؤوليه المؤسسات، المدرسات. يقولوا هو كان تيقرا وما كان مضوبل شي 3 المرات، وما المعلم اللي ضوبل وما تيقراش مزيان مالو ما يقول العائله. حنا شنو كنديروا حنا كاباء، حنا كاباء، حنا كاولياء لهاد التلاميذ هادو؟ شنو كنديروا الدور ديالنا؟ راه حنا كنشوفوا وليداتنا عايشين معنا، كنشوفوا تيقراو مزيان ما تيقراوش مزيان، غاديين مزيان ما غاديش مزيان، ولا حسنا الامر شفناهم خارج الحلقه كنوضوا كنمشيو للمؤسسه وكنهضروا نشوفوا هاد الدري شنو فيه، شنو عنده، واش هاد الدري راه حنا المبادره تتكون منا حنايا، ماشي كنتسناو حنا في المعلم اللي عنده 25 سنه 30 سنه غيقول لنا هذا راه ما تيقراش. خصوصا الا كانت تهميش، خصوصا الا كانت واحد العائله اللي ما عندها غرض ولدها لا يقرا ولا ما يقراش. كيخرج كيشوف السوليسيون، حتى ديال كان مدمن بالسوليسيون وكان تيضرب القرقوبي وكيشم. يعني كان مبلي واحد الولد لانه مبلي. واش انت كعائله اللي نتو كتقولوا لا راه مريض، كتدافعوا عليه كتقولوا لا مريض، راه مضروب بشي بواحد الحديدات كيسميوها السرجوان، كتكون عند المعلميه قال لك مضروب ب5 ولا 8 ملم. واش واحد مضروب داخله فيه السرجوان 8 ولا 5 ما غيخيطوش ليه؟ كداو ليه بيتادين وصيفطوه، ما غيخيطوش ليه، ما غاديش يديروا ليه نقولوا حنا ما غاديش يديروا ليه السكان. على الاقل غادي يخيطوا ليه، على الاقل غادي يخيطوا ليه، على الاقل غادي يعطيكم الدواء ويعطيكم واحد الورقه. عطونا هاد الورقه اللي مكتوبه بان هاد السيد هذا راه مشى وداوى، كداو ليه بيتادين وصيفطوه. راه لا يعقل هذا. راه راه هاد الولد هذا ضحيه ديال العائله، ضحيه العائله اللي مهمشه. يعني الاب خارج تيخدم ما كاينش، الام ماديه غير في الشقا، يعني ما على بالهاش، يعني ولادو طلق. سمحوا لي على هذه الكلمه هذه. راه كلشي تيكون من العائله. قال لك ملي كان عنده 8 سنين وكيضوبل وما باغيش يقرا والاستاذ ما قالش ليهم، انت ما كتشوفش ولدك راه كيضوبل، هذا خالو هذا، انت ما كتشوفش ولد اختك راه كل عام كيضوبل، تقول انا بغيت نمشي للحبس حتى انا دوزت الحبس. يعني عائله ديال الحبس، يعني عائله مولفه بالحبس. استسمح واستسمح، لان جاتني الحرقه على هذه الطفله هذه. تقدر تكون بنتي هذه، راه بنتي هذه، بنتي اختي، بنت اختي. هدايا خاصها تولي هي اصلا راه ولات راي عام. خاص كلشي يهضر على هدايا ونبقاو نهضروا على هدايا، وهدايا تكون عبره للاخرين اللي غادي يجي. يعني راه ما يمكنش الاب الولد ديالكم كتمشي هي الهضره بحكم ما
يعني أنا صراحة بقى فيا الحال. ميمكنش الابن ديالكم يدير هاد الجريمة وتنوضوا تقولوا نتوما لا راه حقا راه مريض، ولا مريض راه خصو يتشاف. لا مريض راكم كعرفتوا بأنه مريض، ماشي يلاه غير عرفتوا بأنه مريض، يعني راكم كتشوفوا بأنه مريض. يعني راه واحد الخطر على هذا المجتمع هذا، لا كان مريض ولا كان كيدير هاد الجرائم هادي، راه جريمة هادي راه لا. م- م- ما فهمتش، الكلمات ما بغاوش يخرجوا صراحة، والله العظيم. مريض، مريض نسمحوا ليه، المريض نديوه يتعالج نديوه يتأدب 3 مالات. والخاليات يقولوا حيدوا التصاور ديالو وهذه. حنا نحن لا يهمنا صوره، حنا ما كيهمناش الصور ديالو، حنا تيهمنا العقاب ديالو، تيهمنا الهدايه تاخذ الحق ديالها، والام ديالها البنيته الوحيده اللي عندها تاخذ الحق ديالها. هذا ما كاين. القصه ديال الهدايه هزت المغرب كامل، كبير وصغير، لان فيها قصه مؤلمه. طفله صغيره، طفله صغيره يلاه دخلت للمدرسه فرحانه، كانت كتقول لامها يا ماما الاستاذه كتقول لي كتعرف ترسمي. صراحه هادشي ولد تيخلع بزاف. كيما قلت لكم ملي عندها شي ولد ولا عندها شي بنت خصها ديها ولا ديه وتجيبو للمدرسه، راه ما تبقاش واحد يثيق بان راه ولد جاري، ولا ما كاينش الجيران نسيت، لا لا ما كاينش الجيران، كاين راسي. غادي نزيد واحد النقطه، قالك داروا ليه السكانر، حتى وقعت الواقعه عاد هما داروا ليه السكانر باش تكون عندهم الحجه، يعني باش تكون عندهم دلائل بالنسبه انه راه مريض. كاين هادشي ما كاينش هادشي في القانون. القانون راه ماشي استحمروا القانون، القانون لا يعلى عليه، القانون عارف شنو كيدير، البوليس عارف شنو كيدير. وتحياتي للشرطه وتحياتي رجال الامن، تحياتي الجميع اللي كيدير خدمته وكيديرها مزيان. كانت هذه هي القصه ديالنا، قصه هدايه سنين القصر الكبير. نقول الله ياخذ الحق، وهذا ما كاين. يالله ونعم.